السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يا حبايبي هنعمل رز حباية وحباية للبنات الصغيرين اللي لسه بادئين يخشوا المطبخ. هنعرفهم يعني ايه رز حباية وحباية، عشان لو ما عندهاش شعرية تتصرف وتعمل رز. احنا كده بنغسله اهو، الرز بتاعنا بنغسله اهوت. وحاطين الحلة على النار بالمادة الدهنية، احنا بنعمل بزيت. الرز حلاوته الزيت مش سمنة. حاطين الزيت بتاعنا على النار اهو. هنحط حبة الرز بتوعنا. نقلب كل شويه، نقلب لحد ما يخشوا على حمار زي الشعريه بالظبط كده. اوريهولكم بس عينك عليه، كل شويه تقلبي كل شويه تقلبي. يا حبايبي بصوا الرز احمر ازاي اهو. وتقلبي الرز بتاعك اللي فاضل منك، تقلبيه عليه كده وتقلبي. تحطي بقى الملح بتاعك وبيسخن كده. قبل ما تجيبي الملح بتاعك ما تكتريش ملح، لما تحتاجي احسن ما يجي زياده منك. حطينا الملح بتاعنا، نقلب. احنا عندنا هنا شوربه، هنحط شوربه وشويه ميه، مش هنخليه كله شوربه عشان ما يلزقش منك في الحله اهو. هنحط شوربه اهو. نص شوربه ونص ميه. هنا هنكمل ميه اهو. هنكمل ميه. نقلب على مهلك عشان العيار ما يجيش زياده. بصوا كده اهو، لسه برضو عايز شويه. بصوا عينيكي ميزان كده. تقلبي كويس كده وتشوفي الملح بتاعك. عايز ملح حط، مش عايز خلاص. كده ملحنا مظبوط. نغطي الحله بتاعتنا ونسيبه بقى ايه يستوي. عندي النار بتاعته. ادي حبايب الرز بتاعنا اهوت بعد ما خلص استوى اهوت. بصوا طعم وشكل وجمال ما اقولكوش. الشعريه لها طعم، حبايه وحبايه لها طعم، كل حاجه ولها طعمها. وقريب ان شاء الله هعمل حبايبي، وقريب ان شاء الله هعمل لكم رز باللسان العصفور. برضو طعمه ليه طعم مختلف برضو عن ابو شعريه وعن الحبايه وحبايه. كل حاجه ولها طعمها مختلفه عن الثانيه. بس احنا بنتكلم على ان الموجود لازم تصرفي نفسك بيه، بدل ما تقولي ايه يا فلانه ويا علانه. لا، صرفي نفسك، الموجود مشي نفسك بيه اهو يا حبايبي. هذا حبايبي الرز بتاعنا، ملوخيه، فراخ. اتفضلوا معانا والهنا والشفا للي ياكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.